يا جماعة كنت بصلي العصر. المهم يعني لسه في الركعة الأولى بقول الله أكبر، لقيت زبون بيقول السلام عليكم، فأنا ما رضيتش أقطع الصلاة طبعا ومستحيل أقطعها عشان خاطر زبون دخل. المهم يعني صلي بينا على النبي الأول. بس كده. المهم يعني كملت صلاة واسمع، يعني إذا واسمع صوت جزجزة اللب السوري تك 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 تك، أقسم بالله من أول بداية الصلاة لحد آخرها. وده شغال تك 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 تك. يعني سلمت منه وسلمت منه ورحت اشوفه هو في ايه. بصيت له زي كده، راح قال لي عايز 5 جنيه لب سوري. طيب ماشي، انا بعت له يا جدعان تمام، ولا رضيت اكلمه واقول له انت اكلت كذا وده انت اكلت ب20 وانت اكلت ب30. اديته ب5 جنيه وخد بعضه ايه ومشي. تمام. اطلع بره، اقسم يعني مش عارف اقول لكم ايه يا جدعان، والله مش عايز احلف، بس كتير واكل كتير، واكل يجي ب 10 جنيه ولا 12 جنيه غير الخمسه اللي هو واخدها. فالواحد مش عايز يكسر بخاطر حد، بس الواحد يكون عنده ذوق ويكون عنده يعني نظرة للمواضيع دي، لأن الحاجات لما بقى بتبقى مفروشة على العرض زي كده بس ما بتبقاش يعني سبيل. ده كل عيش، ولو محلي أقسم بالله عادي مش هيفرق معايا، لكن الواحد يعني مسؤول عن الحاجات دي، فالواحد يكون عنده نظرة ويكون عنده ذوق مش أكتر يعني. صلى على النبي. فلما بتشوفني، لما بعد كده لما تيجي تشوفني أنا بصلي ما تدكش، استاذن الاول. وانا والله مش هكسفك اقول لك لا يا عم، لا ده انا اللي هديك واقول لك خد يا باشا. بس كده، صلي على النبي.